ان الملاحظات اللي احنا بنقولها اللي دايما يعمل في الظروف دي يا مين والمناخ والجو والرطوبه التغييرات. تغييرات الكونغو كانت افضل للكونغو، عشان كده هم اتحسنوا. التغييرات اللي احنا طالبنا بيها للمنتخب المغربي ما قدمتش الحاجه المتوقعه منه. ففي الظروف دي تلعب 70 دقيقه كويس، تيجي التغييرات تغيرك. الكونغو ايه اللي غيره وخلاها اسرع وخلاها اخطر؟ هو التغييرات. الهدف اللي قدامنا البدلاء هم اللي سجلوا. مين الهدف اللي عمله؟ إيليا ناحيه اليمين وسيلاس المهاجم اللي سجل. ايه اللي اختلف الشوط الثاني عن الشوط الاول بالنسبه للمغرب؟ انتوا سبتوا شيبو لوحده، شيبي سبتوه لوحده. شيء سايبني انا لوحدي. شيبي سبتوه وحده ناحيه الشمال، ما سندتهوش المسانده، ولا سايس وراه ولا عبد الصمد الزلزولي قدامه، فكشفتوه. هو نوعا ما في التمركز هي مش عدلته، هو ما بيلعبش ظهير ايسر، صحيح، هو ناحيه اليمين، فلازم ما تبقى نقاط ضعفه في التمركز تحموه. لا انتوا كشفتوه، الجول جه كده، الجول تمركزه سيء في المساحه اللي وراه. إيليا ناحيه اليمين شاف دي سبر ان هو نوعا ما سريع، فيلعب الكره من وراه وبعد كده تيجي المسانده من الناحيه الهجوميه. حتى اذا لاحظنا الهدف كان هناك فراغ في وسط الميدان الدفاعي. اتاخروا شويه الادوار بتاع الدفاعيه، سابوا مرابط لوحده. لكن قدم مباراه كبيره اليوم. مرابط ايوه صح. برايكم ما احسن لاعب؟ في انتظار ان نعرف المعلومه من الشباب. انا اشوف اكرد او مرابط، ولكن اكيد حيعطوها الحكيم لانه بحكم انه سجل هدف حتى قدم مباراه كبيره. بالترتيب اكرد بالترتيب بالنسبه لي حكيمي، نايف، مرابط، ثلاثة، وربما تمنح لحكيمي باعتبار أنه سجل الهدف الوحيد للمنتخب المغربي. هذه فودي كابتن محمد تريكة، استمعت لما قاله رومان سايس، تحدث أول شيء عن حالة الطقس، عن إقامة مباريات في هذا التوقيت وربما صحة اللاعبين، واعترف أن المنتخب المغربي لم يكن على قدر التطلعات على الأقل في الشوط الثاني. بس كويس أنت ما خسرتش، وأنت مش كويس قوي بس ما خسرتش بنسبة كبيرة. أنت ضامن التأهل الدور القادم ولعله خير، لان ممكن في 6 نقاط تفكر ان انت ايه الامور خلصت وتخرج اللعيبه من فورمه البطولات، حاجه مهمه قوي بيقع فيها معظم المنتخبات. لكن كذلك تعطي فرصه لمن لم يلعبوا للدخول في الجو، اراحه الاساسيين. هجيلك يا امين للنقطه دي. الفاصل ما بين المباراه الاخيره ودور ال16، المباراه الثانيه والدور ال16 10 ايام 10 ايام. فالمباراة الثالثة في بعض المدربين اللي يكسب أول مباراتين 6 نقاط يقول لك إيه؟ أريح معظم الأساسيين ولاعب اللي ما شاركش حاسب. لأن في جو البطولة وفورمة البطولة وتشكيلة الأساسية بتاعتك. أنا مع اللي معاه إنذار تريحه في المباراة الثانية لو خدت ال6 نقاط. فلعل وعسى التعادل ده يخليك بتركيزك وما تخرج بره فورمة البطولة وفورمة اللعيبة الأساسية. أنا معاك إن الجو صعب والظروف صعبة. إيه اللي حصل؟ التراجع البدني ده محتاج تنظيم أكتر. الخطوط بتاعتك تبقى متقاربة أكتر، وده ما حصلش الشوط الثاني. 3 خطوط بتوع المنتخب المغرب بعاد عن بعض، وخاصة وسط الملعب بعاد عن خط الدفاع. الزلزولي بعيد عن شيبي، المساحة دي استغلوها كويس. فعالج أخطائك والمباراة الثالثة تكسبها، توصل بنسبة كبيرة متصدر. خلي بالك لما متصدر هذه المجموعة الطريق بتاعه في الادوار اللي جايه اسهل، وهيديله يومين زياده في الراحه، فتسهل مأموريتك. مباراه الله الامكانيات والجوده والخبرات اللي تخليكوا تكسبوا الزامبيا. ما المطلوب من المدرب، جهاز طبي، من اللاعبين ايضا في هذه الايام غير الراحه، استفاده من دروس، اعاده متابعه هذه المباراه؟ المركزين اللي عليهم كلام الباك الشمال واحيانا المهاجم. هو عنده ثقه في النصير فهيلاعب. الباك شمال محتاجه شويه، ممكن عطيه الله في الجاهزيه ممكن يبقى له دور. غير كده الامور مميزه. دفاعيا عنده 4 مدافعين. او ربما مزراوي ممكن ان يعود في المباراه الثالثه. انا خليه ما اخدش ريسك معاه في الماتش الثالث، خليه اديله وقت. مين الاجهز؟ عطيه الله ناحيه الشمال ممكن اضافه بالنسبه له. الامور غير كده دفاعيا في اخطاء، انما هم منظمين من الناحيه الدفاعيه معظم الوقت. خلي بالك يا امين على الورق الكونغو اصعب من زامبيا. الكونغو اصعب من زامبيا، اقوى، اسرع، اكثر تنظيم. زامبيا لا، مختلفه. على الورق ده انتوا عديتوا الصعب بال4 نقاط. ديروا المباراه الثالثه صح مع الحسم قدام المرمى، قلل اخطائك من الناحيه الدفاعيه. ان شاء الله الامور في الصداره بالنسبه للمنتخب المغربي، والادوار القادمه هتبقى افضل بالنسبه للمنتخب المغربي.